أهلا بيكم مستمعينا. أنا رحاب حمدي معاكم في حلقة جديدة من برنامج هنعرف أكتر. حلقة النهاردة بعنوان فرج قريب. خلونا نسأل نفسنا، هو الخير بيحصل إمتى؟ الخير بيحصل في اللحظة اللي أنت عايش فيها دلوقتي. اللي فات خلاص ملناش دعوة بيه، واللي جاي الله أعلم بيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يوم معافى في بدنه آمناً في سربه يملك قوت يومه حيزت له الدنيا. يعني أنت في اللحظة دي تملك الدنيا واللي فيها. معنى الكلام ده إن اللي حصل قبل كده أكيد فيه خير، ما أنت لسه موجود، واللي هيحصل بعد كده بإيد ربنا تستعد له وتاخد بالأسباب. أما بقى انتظار الفرج جنب الكلام الجميل ده كله لا يتعارض مع الكلام اللي احنا بنقوله. ممكن يكون الفرج قريب وممكن يكون الفرج بعيد. احنا بقى دورنا ايه بين الفترة ما بين الانتظار ووصول الفرج؟ أول حاجة لازم نعملها الصبر، وطبعا ده أجره كبير جدا عند ربنا، وربنا بيقول: وبشر الصابرين. الرضا بحالك وعدم السخط منه. طيب عشان تصبر نفسك صبر جميل، ازاي تعرف ان البشاير قربت؟ لما يشتد عليك الكرب قوي اعرف إن الفرج خلاص قرب وبقى على وصول، لأنك وصلت لمنتهى الشدة، بحيث إن الكيرف لما بيبدأ ينزل والشدة بتختفي بيصحبها الفرج من عند الله عز وجل. حاجة كمان بتنور لك الطريق وبتعرفك إن الكرب قرب يزول، لما تجيلك رؤية جميلة بتبشرك بإن الفرج قرب وانتهاء الكربة والغم والحزن. تبدأ تتفائل وتنتظر الفرج. ناقص نقطة كمان محتاجين نعرفها جداً، وهي إيه دورنا اللي بيعين على اقتراب الفرج؟ الدعاء يا جماعة، الدعاء والإلحاح في الدعاء. الاستغفار والتوبة إلى الله مهمين جداً. ممكن يكون الكرب اللي انت فيه سببه إن ربنا عايز يقربك منه أكتر ويخليك تعيد التفكير في تقصيرك. تاني حاجة التفاؤل وحسن التوكل على الله. ربنا بيقول: أنا عند ظن عبدي بي. النقطة بقى اللي مش بناخد بالنا منها هي إننا نتقرب من الله في كل وقت، سواء كان رخاء أو شدة. فاللي علاقته بربنا قوية وموصولة طول الوقت، ربنا أبداً مش بيسيبه في وقت الشدة. ولازم نكون متيقنين جداً إن الفرج من عند الله، وإن دوام الحال من المحال، وإن الله قادر إنه يبدل الكرب لفرج قريب بإذن الله. يا رب كلامنا النهاردة يكون مس قلوب ناس كتير من مستمعينا. ومعادنا في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم هنعرف أكتر. كنت معاكم رحاب حمدي.